أهلاً بيكم في رسائل المنام. هنا بنفسر الرموز ونوضح المعاني اللي بتظهر في أحلامكم. اكتبي حلمك علشان يكون تفسيره هو الفيديو الجاي. والحلم اللي هفسره النهاردة وصلنا من متابعة على صفحة رسائل المنام في التيك توك. بتقول إنها شافت جدتها بتطلب فراش من زوجة أبوها، والزوجة اسمها حليمة وبتلقبوها عودين. جدتها طلبت الفراش علشان في ناس جايين علشانها، وبالفعل أخدت فراش جديد وقديم كتير وفرشته، وكان شكله جميل. بعد كده شافت رجالة وقدموا لهم القهوة، وبعد الرجالة ظهرت نساء واستغربت وقالت نساء كمان؟ وكان في طفل صغير حوالي سنة أو سنتين مع راجل من عيلة اسمها بن هني. وبعدين جدتها قالت لها ادخلي بحجابك ونقابك، لكنها رفضت، ومع ذلك دخلت. وبعدها جدتها بدأت تتكلم مع سعدة بن هني، وسعدة كانت غضبانة وبتتكلم بعصبية. جدتها قالت لها وجهي الأمر للخير، لكن سعدة فضلت غاضبة، فقالت لها جدتها تاني وجهي الأمر للخير، ده من أجل الطفل وهتبشري بجنة. وقتها سعدة هديت، وفي الآخر جدتها قابلتها وانتهى الحلم. وبعد الحلم المتابعة بعتت رسالة تانية بتسأل هل للرؤية علاقة بالطلاق؟ من خلال الرموز اللي ظهرت في الحلم مفيش أي دلالة صريحة ولا حتى إشارة ضعيفة بتدل على الطلاق. بالعكس، الحلم كله ماشي في اتجاه تاني خالص. وجود الفراش وترتيبه ده رمز الاستقرار أو تجهيز لشيء إيجابي. ظهور الرجالة والنساء والقهوة ده رمز الاجتماع أو مناسبة فيها خير أو حل مشكلة. أهم رمز في الحلم كله إن الجدة كانت بتركز على كلمة وجهي الأمر للخير، وده معناه تدخل حكيم لحل خلاف مش زيادة مشكلة. كمان إن سعدة كانت غضبانة وبعد كلام الجدة هديت، ده رمز قوي لصلح بعد توتر أو انتهاء خلاف كان عامل قلق. وجود الطفل في النص بيدل إن الموضوع اللي بيتحل مرتبط ببيت أو أسرة، وتقبيل الجدة لسعدة علامة واضحة لانتهاء زعل مش انفصال. في الرسالة النهائية الحلم ما فيهوش أي معنى يشير لطلاق، لكنه بيشير لمحاولة إصلاح وتهدئة وفتح باب خير. ولو اتجهتي للخير زي ما ظهر في الحلم الأمور هتستقر بإذن الله، والله أعلم. لو عندك حلم محيرك اكتبيه في التعليقات أو ابعتيه على لينك صراحة رسائل المنام، يمكن يكون التفسير الجاي ليكي.